السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ اش راكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. فيديو جديد ووصفه جديده. الفيديو ديالنا ديال اليوم هو كان نفس الفيديو اللي خديت منه جوج ديال الوصفات، شاركت معكم الرغيفات، واليوم غادي نفس الفيديو ايضا اولا نفس النهار درت فيه واحد الكاطو اللي كتجي ساهله ودغيا كنوجدوها، كتجي بحال لا جينواز وكتجي زوينه، كتجي بحال اون طاخت ولا ماشي كيكه، ولكن كتجي بحال طاخت ولا كتجي بحال لا جينواز، يعني كتجي بنينه بزاف. ففرقتهم ما يجيش الفيديو طويل، فدرت فيديو فيه الرغيفات، وهذا الفيديو هذا غادي نحط فيه هاد لا طاخت هذه اللي كتجي زوينه ودغيا كتوجد. هنا قبل ما ندوز نوجدها ولا قبل ما نبدا داك النهار، فاول شيء شربت هاد القهوه هذه اللي هي بنينه بزاف. غندوز دابا نعطيكم المقادير والطريقه ديال هنا في واحد الكاس ديال الخلاط اولا بيديكم ولا بباطوغ الكتريك، نتوما واللي بغيتو. غناخذ واحد الياغورت بنكهه البنان اولا الفاني اولا ياغورت طبيعي، غادي نصبو في هذاك الكاس ونحطوه على جنب، وغادي ناخذ داك القالب ديال الياغورت غادي نعبر به السكر. اول شيء غادي ندير بيضه بحراره المطبخ، الحجم ديالها يكون كبير، وغادي نعمر هذاك الكاس ديال الياغورت كما قلت لكم بالسكر. فإلا عندكم حتى السكر ثقيل فديروه، بودغ ديال السكر ديروه، كيجي بها بنين. انا ما عنديش فدرت سنيده، وغادي نطحنو مزيان مع ديك البيضه مع ديك الفاني حتى يولي ليا الخليط كريمي. غنطربوه مزيان، وهذاك الياغورت غادي خليته في هذاك الكاس، من بعد غادي نضيفو حتى هو من بعد ما نطرب الكل جيدا. انا غادي نضيف هذاك الياغورت، ونفس الكاس غادي ناخذ فيه واحد 4 كاس ديال الزيت، يعني ما كاملش النص، غير 4 كاس ديال الزيت، وغادي نطربهم ايضا جيدا. هنا كما كتشوفوا كنصب الزيت غير 4 ديال الكاس، راك شفتوا ما صبيتش بزاف، 4 ديال الكاس، وغادي نطرب الكل جيدا. يعني ما عندناش مقادير كثيره، وكتجي لينا واحد الطورطه اللي هي بنينه بزاف. هنا من بعد ما خلطت كل شيء مزيان، غادي ناخذ واحد البول وغادي ندير فيها شويه ديال الملحه، وغادي نصب الخليط. الخليط كما شفتوا ما عندناش كميه كبيره، يعني ما عندناش الحليب اللي غيجريها لينا، عندنا الياغورت، فكتبقى الخليط كيبقى شويه خاسر وقليل. وهناك في هذيك الزلافه البيضاء غربلت واحد شويه ديال الدقيق اللي غادي نعمر به ايضا القالب ديال الياغورت. عندي واحد 2 كيسان، كاس عامر وكاس الثاني ما عامرش، هذا هو القياس. المهم انا غادي نخلي لكم المقادير في خانه الوصف. يعني 2 كيسان الثاني ما عامرش كما غادي تشوفوا هنا، يعني داكشي. المهم انا غربلت عيني ميزاني وجاني داكشي قد. وهنا غادي نصبوهم بجوج، وغادي نخلط العناصر كلها. من بعد غادي نضيف لها خماره ديال 8 غرام، غنضيفها هي الاخرى ونخلطها معاهم مزيان. ومن بعد غادي نصبهم في هذاك القالب اللي انا درت ليه شويه ديال الزبده شويه ديال الدقيق. انا بصراحه عندي هذاك القالب عندي صغر منه، ولكن ما عرفتش فين مشى ليا، فخديت هذاك القالب كبير، فتا هو جا مزيان. فالا درتو قالب صغر منه غادي تجيكم الطورطه ديالكم عاليه. هنا ايضا غادي نكهها لي نسيت ما ذكرت عليكمش، غادي ندير شويه ديال النكهه ديال الحامض. انا بصراحه غير هذه كانت عندي وقلت غادي نديرها، فلما بغيتو تستغناو عليها استغناو عليها. انا غادي نخلط العناصر كلها مزيان، وغادي يتبدل لي اللون ديال الطورطه ديالي ولا الكيك. عندكم النكهه ديال الليمون ولا ديال الخوخ ولا اللي بغيتو، راه عندكم صراحه هادكم مالين الحلويات عندهم بزاف ديال النكهات. وطبيعه الحال اللمسه الاخيره ديال شويه ديال الخل اللي كتعطينا الهشاشه وكتنص علينا البياض ولا تتوحد لينا اللون في الكيك ديالنا. وهنا غادي ناخذ القالب اللي درت ليه شويه ديال كما قلت لكم الزبده والدقيق، انا عندي كبير، فإلا عندكم صغر منه ديروه، كتجي بهجات زوينه. حتى صغر منها غادي تجي عاليه الكيك ديالنا ولا الطورطه ديالنا غادي تجي عاليه، يعني زوينه شويه ابيس، ماشي كاع عاليه ولكن شويه كتجي رقيقه. هذه كتجي بحال لا طاخت، هذه راه ماشي كيكه. وهنا كما كتشوفوا الخليط كريمي وكميه قليله، ولكن صدقوني يعني وحتى هذاك الذوق اللي غادي نزوقها به كيعطي واحد المذاق يعني خرافي بصراحه، كتجي زوينه بزاف. حاولوا تجربوها. المول كما قلت انا عندي هذا كبير، فإلا عندكم صغر من هذا تقدروا ديروه. وغادي نكون انا شعلت الفران في هذيك الاثناء، شعلت على الفران من الفوق ومن التحت، وكندير التوقيت اللي غادي يكفيني. المهم انا كندير التوقيت، ولكن هي ما كتاخذش وقت كبير في يعني في الطهي، يعني ما عندهاش
ميم با 20 دقيقه كتكون وجدات. يعني كل واحد على حساب الفران ديالو. انا كما شفتوا انا درتها في الفران وغادي نشعل لها من الفوق ومن التحت، وتندير لها لا شالور تورنونط، يعني كندير لها الفرفاره باش ايضا طيب دغيا. ومن بعد ما غادي طيب غادي نخرجوها، غتكون هذا هو الشكل ديالها. وغادي ندير لها داك الحليب المحلى، غادي نزوقها به من الفوق. كيجي هذا الحليب المحلى كيعطي واحد التعليكه وكيعطي واحد المذاق يعني خرافي بصراحه، كيجي بنين بزاف. يعني زوقوها كيف ما بغيتو كاع، يعني ديروا تكبوه زعما بحال تطختينوا بها هذيك ديروها. فانا بصراحه درت لي غير هذا الشكل هذا، وغادي ندير ليه هذاك فيوتين. فإلا عندكم اللوز ديروها، ولا عندكم كاوكاو ديروه، المهم اي حاجه بغيتو تزوقوا بها فكتبقى يعني من الاختيارات ديالكم. وكيكون هذا هو القوام ديالها. وغادي نقسمها دابا. كتجي بحال لا جينواز وكتجي على شكل طارت، كتجي بنينه بزاف وما كتاخذش وقت كبير. يعني راه الا نضتي الصباح فاش غتوجدي القهوه ديالك راه كتوجديها وتخليها تبرد وتدوزي توجدي القهوه وكتغيروا بها هكا الفطور ديال الصباح. ودابا غادي نوريكم القوام كما عودتكم دائما. فإلا بغيتو ديروا المول كبر من هذا فغتعطيكم حجم كبر شويه غليظ. فتا هذا الحجم هذا كيجي زوين، كتجي بحال الطاخت كما قلت لكم. حتى كاع الا بغيتو ديروا لها نيتولا ولا ديروا لها اي حاجه كتجي زوينه. وكان هذا هو الفطور ديالي ديال داك النهار اللي وجدت فيه معكم الرغيفات. وكانت هذه هي الطارطه ديالنا، كتجي ساهله وكتجي بنينه. حتى داك الحليب المحلى كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. بهذا كيكون الفيديو ديالي سهل هنا. فإلا عجبكم الفيديو، عجبكم المحتوى ديال اليوم، ما تنساوش تخليو تعليق وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.